مساء الخير. هعمل معاكم النهارده وصفه لاجنحه الدجاج بالكاري والزبادي. شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما نبدا الوصفه حابه اتكلم معاكم في حاجه، ان انا الوصفه ديت نزلت لها صور في جروب، وكذا حد عرف الوصفه ان هي مش وصفتي. اولا انا لما بنزل وصفه مش وصفتي ما بكتبش ان هي مش وصفتي وما بكتبش ان هي وصفتي. يعني ببقى حابة ان انا اعملها، او اللي ما شافش الوصفة التانية يشوفها معايا. وبرضو ممكن طريقة التقديم مختلفة، طريقة العمل مختلفة. وبعدين انا عايزة اسأل سؤال، ان اللي عمل الوصفة دي اصلا هل هي كانت برضو وصفته ولا هو واخدها من حد تاني؟ وهل الوصفة دي بتتكتب على اسم الحد اللي عملها، ولا ممكن اي حد يعملها تاني برضو؟ فياريت تجاوبوني على السؤال اللي انا بسأله دوت. والوصفة عموما مش بتاعت حد بعينه، واكيد اللي عاملها واتشهر بيها دوت كان واخدها من حد قبله. فالدنيا ابسط من كده بكتير والله، ومش مستاهله يعني. جبت كده اول حاجة صينية او ايا كان، حطيت فيه معلقة كبيرة من السمنة وكمان شوية من الزيت، ونزلت عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة، وكمان لما اتحمرت او خدت لون اصفر شوية نزلت عليها بفلفل رومي وتوم. شوحت معاها كده اجنحة الدجاج. وبالمناسبة ممكن تعملوا الوصفة ديت باي قطع من الفراخ، ممكن اوراك او دبابيس او كمان ممكن صدور. بعد ما اتشوحت وخدت لون ذهبي معايا، جبت خلطة كده من التوابل، ملح وبابريكا وكاري وكمان كزبرة، قلبتهم مع بعض وتبلت الظهر بتاع الفراخ وقلبتها تاني وتبلت الوش بتاعها زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اشوح التوابل كده مع الفراخ بحيث ان هي تتغلف كويس قوي وتاخد من طعم البصل والفلفل والتوابل مع بعض. بالشكل ده كده. هبتدي بقى بعد ما اتشوحت شوية اطلعها كده على طبق بره كده. فضل معايا شوية كده البصل والفلفل والطعم التوابل، نزلت عليهم 3 طماطمات مكعبات، وهبتدي ان انا اقلب في الطماطم لحد ما احس ان هي دبلت شوية او دخلت في ان هي تتسبك بالشكل ده كده. شايفين دبلت معايا. بعد كده هنزل عليها بكوباية من المية المغلية ومعلقتين كبار من الزبادي، وخلطت الزبادي كده معاها ونزلت بعصير نص ليمونة. طعمها كان حلو بصراحة، يعني ما كانش وحش، وفي نفس الوقت ما كانتش حلوة قوي برضو للأمانة. طالما هي مش وصفتي بقى اقول اللي ليا واللي عليا. فانا كنت بجربها معاكم. انا مش شايفة فيها مشكلة ان انا اخد وصفة واجربها على الصفحة بتاعتي او على القناة بتاعتي. مش شايفة فيها اي مشكلة، لان زي ما قلت الشخص اصلا اللي عمل الوصفة دي اكيد واخدها من حد، سواء اجنبي سواء مصري ايا كان. فكلنا بناخد من بعضينا وبنكتسب خبرة من بعض. مفيش اي مشكلة ان انا انزل حاجة في جروب والاقي كذا حد يقولي اصل دي مش وصفتك، دي وصفة حد تاني. ايا كان مين الشخص دوت او ايا كان دي وصفة مين، انا بالنسبة لي عادي ان انا اجربها، يعني مش شايفة فيها اي مشاكل. وياريت تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا لي شير وتعملوا لي متابعة، ومع السلامة.